السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم. معكم محمود جمال من قناة كتب مسموعة لكل الأعمار، ونقدم لكم اليوم ملخص جديد لكتاب رائع، وهو كتاب ابدأ بالأهم ولو كان صعبا، تأليف براين تريسي. وقبل أن نبدأ، هناك مقولة لإليكس ماكيزي تقول إن العمل من دون تخطيط هو سبب كل فشل. ونتمنى من الله أن ينال هذا الملخص إعجابكم، ولا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلك كل جديد. إن كتاب ابدأ بالأهم ولو كان صعبا، تأليف براين تريسي، حيث تقوم هذا الكتاب على نظرية إن الشخص العادي أو الأكثر حتى من العادي لديه كمًا هائلا من الطاقات التي لم تستغل بعد، وإنه في الإمكان استغلال هذه الطاقات في المضي قدما لو تعلمنا وتدربنا على المفاتيح والطرق والاستراتيجيات التي يستخدمها الناجحون والمتقدمون. وإن هذا الكتاب يقع في قسم التنمية البشرية وتطوير الذات، حيث يتكون هذا الكتاب من 132 صفحة. وإليكم ملخص هذا الكتاب، حيث يشرح الكاتب في مقدمة هذا الكتاب الرائع: إنك تستطيع السيطرة على وقتك وحياتك فقط عندما تغير طريقة تفكيرك وكيفية التعامل مع تيار المسؤوليات التي لا نهاية لها. حيث يقول الكاتب: إذا كان لديك واجبان مهمان فابدأ بالأصعب والأهم أولا. ويحتوي هذا الكتاب على 21 مبدأ يوضح لكم كيف تشقون طريقكم بسرعة في حياتكم المهنية. فإليكم ملخص ما قاله براين تريسي في كتابه ابدأ بالأهم ولو كان صعبا. الطريقة الأولى: هيئ الطاولة. قبل أن تحدد هدفك وتباشره، عليك أن تقرر تماما ما تريد إنجازه في كل مرحلة من حياتك. حيث أخبرنا الكاتب بخطة عظيمة للبدء بتنفيذ الأهداف التي يمكن أن نستخدمها في باقي حياتنا. ومن تلك الخطوات أن نكتب أهدافنا على الورق، حيث عندما تسجل فإنك تعطيه شكلا ملموسا، وكذلك أن تضع له حدا زمنيا لتنفيذه. وهناك بعض الخطوات الأخرى. أما الطريقة الثانية التي يتكلم عنها الكاتب هي خطط لكل يوم مسبقا. فإذا لديك قدرة على التخطيط بشكل جيد، وكلما كانت خطتك أفضل سهل عليك التغلب على المماطلة والبدء بأكل ضفدعتك وبعدها الاستمرار. وتأكد بأن كل دقيقة تمضيها في التخطيط توفر عليك 10 دقائق عند التنفيذ. ولذلك قد تحتاج إلى قوائم مختلفة للتخطيط، ومنها مثلا يجب أن يكون لديك قائمة يومية، فكل ما عليك هو أن تنقل بعض الفقرات من قوائمك الشهرية والأسبوعية إلى قائمتك اليومية، وهي النشاطات المحددة التي يجب عليك إنجازها في اليوم التالي. حيث يقول الكاتب: فكر على الورق واعمل دوما من خلال القائمة، وستندهش كيف أصبحت أكثر إنتاجا وأكثر سهولة لك وأنت تأكل ضفدعتك. أما الطريقة الثالثة التي استعرضها الكاتب في كتابه الرائع هي طبق قاعدة 80/20 في كل شيء، حيث إن قاعدة 80/20 واحدة من أهم المعتقدات في إدارة الوقت والحياة، ويطلق عليها أيضا مبدأ برايتو بعد أن أسسها رجل الاقتصاد الإيطالي فيليفرد برايتو. والناس المنتجون والمؤثرون يلزمون أنفسهم بالبدء بالأعمال الهامة قبل غيرهم، فهم يجبرون أنفسهم على أكل ضفدعة مهما كان نوعها، ونتيجة ذلك هم ينجزون أسرع من الشخص العادي ويكونون في النهاية أكثر سعادة. أما الطريقة الرابعة
وهي بعنوان ضع بعين الاعتبار نتائج الأمور. إن علاقة المفكر المتفوق هو في قدرته على التنبؤ بشكل دقيق بنتائج الأمور التي أنجزت أو التي لم تنجز، ولذا لابد أن تعلم إن موقفك اتجاه الوقت له وقع كبير على سلوكك واختياراتك. حيث يقول وينيس ويتلي: الناس الفاشلون يفعلون ما يريح أصابعهم بينما يقوم الناجحون بإنجاز أهدافهم. وهناك العديد من الطرق التي تكلم عنها الكاتب في الكتاب، ومنها جزء وقطع المهمة، حيث يذكر أيضا أن السبب الرئيسي للمماطلة في المهمات الكبيرة والمهمة هو أنها تبدو واسعة هائلة عندما تقترب منها لأول مرة، ونفسيا ستجد أن أداء المهمة يبدو أسهل لو كان بشكل منفرد. لذا خذ عملا متعدد المهام وقسمه لأجزاء سهلة التنفيذ. وكذلك يستعرض الكاتب طريقة أخرى، وهي استفرد بإدارة كل مهمة على حدة، حيث إن قدرتك على اختيار أهم واجباتك أن تبدأ بها، وبعدها تركز عليها بعقلية منفردة إلى أن تنتهي، وهي المفتاح لمستويات عالية من الإنجاز والإنتاج الشخصي. وكل إنجاز عظيم للبشرية يسبقه فترة طويلة وشاقة وعمل مركز إلى أن ينجز، لذا تتطلب إدارة كل مهمة على حدة. إنك طالما بدأت بمهمة فعليك أن تستمر بها بلا انقطاع ولا انشغال إلى أن ينجز العمل 100%، وعليك أن تستعجل نفسك دوما لاستكماله بأسرع وقت، وبذلك تكون قد كونت عادة مهمة جدا في حياتك العملية والشخصية أيضا، وهي أكل ضفدعتك كأول شيء تفعله في يومك مهما كانت كبيرة. ولحسن الحظ إنها مهارة قابلة للتعلم، ويمكن أن تحصل عليها عن طريق التكرار. وعندما تنمي عادة البدء بأهم واجباتك قبل أي شيء آخر فإن نجاحك سيكون مؤكدا. فقط افعلها وابدأ بالأهم ولو كان صعبا. كذلك استعرض الكاتب نقطة في غاية الأهمية، حيث يجب أن تهتم بالبيئة التي تعيش فيها، وعليك بتنظيف مقعدك ومكان عملك، وأن تضع عليه المهمة التي تريد أن تبدأ فيها فقط، وتبدأ فعلا ولا تشتت نفسك بين الأوراق والمهمات الكثيرة. إن النجاح الحقيقي للشخص هو أن يستمر كل يوم في التعلم واستفادة مهارات جديدة، ويكون هناك تحسن مستمر. وعليك أن تقرأ في مجال عملك على الأقل ساعة يوميا حتى تصبح متميز فيه، وتحضر المؤتمرات والاجتماعات الخاصة به من أجل التميز وزيادة المهارة. حيث يقول الكاتب: حاول أن تعود نفسك على الضغط وتحديد أوقات زمنية محددة لإنهاء المهمات فيها، وتحاول أن تنهي تلك المهمات قبل الوقت المحدد لها، وتكون أنت الرقيب على نفسك ولا تنتظر أحد يكون رقيب عليك. فحاسب نفسك دائما حتى تصبح من المبدعين في عملك، وقم بالعمل على المهمة الأصعب لديك ولا تؤجلها من خلال الترتيب للمهمات المسبق وفقا لقاعدة بريتو 80-20. وحتى تستطيع أن تنهي المهمة بنجاح يجب تقسيمها إلى قطع وأجزاء صغيرة، وستجد نفسك قادرا على القيام بها. واصنع فترات طويلة من الوقت بحيث أن تقسم يومك إلى ساعات ودقائق وحصص ساعات محددة يوميا لتنجز فيها المهمات الكبيرة، وابعد تماما عن أي تشويش أو إضاعة وقت خلال تلك الساعات. كذلك يقول الكاتب: عليك برفع مهاراتك ومواهبك التي تتميز فيها حتى تزداد تميزا وتستطيع أن تتفوق على الآخرين في إنهاء المهام الخاصة بكل مهارة وإتقان. إن النجاح الحقيقي لكل شخص فينا
هو أن يستمر كل يوم في التعلم واستفادة مهارات جديدة، ويكون هناك تحسن مستمر. وعليك أن تقرأ في مجال عملك على الأقل ساعة يوميا حتى تصبح متميز فيه، وتحضر المؤتمرات والاجتماعات الخاصة به من أجل التميز وزيادة المهارة. وفي الختام، عليك مواصلة تنفيذ المهام التي لديك وتنفيذ الأصعب والأهم لديك حتى تستطيع تحقيق باقي المهام. وهنا ننتهي من استعراض ملخص لهذا الكتاب الرائع، كتاب ابدأ بالأهم ولو كان صعبا، للكاتب براين تريسي. وأنا نتمنى من الله التوفيق في إلقاء هذا الكتاب على أسماعكم. ولا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس. كان معكم محمود جمال من قناة كتب مسموعة لكل الأعمار، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.